فلما تكون شاكك ان البنت معجبه ولا لا، حاسه بايه بالظبط وهي ما بتقولش حاجه، علامات لغه جسدها المفروض تقول لك. وانا طبعا مقدر ان مش كلنا واخدين بالنا من الحوارات دي، معظمنا ما يعرفش. انا ما اعرفش، عرفني. اول علامه معانا واظن دي سهله، السمايل لما تضحك لك. مفيش بنت بتضحك لحد بالصدفه. لو البنت ما بتحبش الشخص اللي قدامها، مش مرتاحه له، مش قابلاه، عمرها ما هتضحك. ضحكه عمرها ما بتعملها الا مع الاشخاص اللي بتحبهم. ايوه صح، كلامك كله مظبوط، صح. ايوه انا اخر واحده برضو ضحكت لي كده، بس انا ما كنتش مركز، مش واخد بالي. انا بتعلم منك والله العظيم. وفرق بين ابتسامه حلوه وابتسامه سخيفه، اظن انت عارف الفرق. هنا بقى انت عديت 99% من الطريق. الموضوع مش بس اعجاب، ساعتها الموضوع ساعتها بتموت فيك. يبقى في لمعه في عينيهم كده، اكيد خدت بالك منها. هتلاقيها بتلوك الاي كونتاكت معاك حلو جدا، ما بتبصش بعيد. خد بالك من الحاجات دي، ما ينفعش تعديها. ضحكت لي ضحكه خفيفه كده وانا ما فهمتش، وعينيها كانت بتلوكلوك فعلا زي ما انت ما قلت. عينيها كانت بتلوكلوك معايا وانا ما كنتش مترجم ان اللكلكه دي معناها ان هي بتعشقني وبتموت فيا. غشامه وغباء مني، غشامه. يا سيدي نخش هنا على تاني علامه، ودي اتكلمنا عليها قبل كده، وهي البنت لما تلم شعرها وتفتح لك المنطقه دي. زي ما قلت لك قبل كده، المنطقه دي منطقه خطر عندنا كلنا. فلما البنت توسع لك مخصوص ناحيتك تبين الحته دي، الرقبه بالودان، بتبقى عايزه تسمعك اكتر وعايزاك تبص هنا. ومفيش بنت بتبقى عايزه حد يبص عليها لو هي مش عاجبها. الحته الشخصيه دي مش لاي حد، هي بتتلت وشها على فوق كده ومبينه لك ده كله. عند البنات دي منطقه لا مؤاخذه انتمسي، حب، مش بتاعت اي حد. اللي يبص عليها حد مهم دايما، افهم كده. يخرب بيت غشامتي، يخرب بيت غشامتي. البنت اخر مره فتحت لي الجزئيه دي فعلا وانا كنت قاعد والبنت طول الوقت عماله تجيب لي شعرها كده وتعمل لي كده وتجيب لي شعرها كده وتعمل لي كده، وانا من غبائي وغشامتي بهزر عشان بحب الهزار. فانا مش فاهم، انا ما دخلتش في علاقات قبل كده. البنت وانا قاعد قدامها راحت فاتحه لي الحته دي، رحت ناتشها واحد ابن حرام. اللي قاعدين كلهم ضحكوا. البنت زعلت فعلا اليوم ده وحقها. انا ما كنتش اعرف ان هي بتكشف لي الحته الحساسه عشان انا حساس ونخش في الحساسيه مع بعض. انا ما كنتش فاهم حته زي دي. نخش هنا على تالت علامه، ودي مهمه جدا جدا، مش كله بياخد باله منها، وهي لما شفايفها ما تقفلش على بعض، بتبقى سايبه بقها مفتوح سن، انها عايزه تغريك. لما تفتح بقها سنه كده بتبين شفايفها اكبر شويه، بتبقى عايزاك تاخد بالك. يخرب بيت غشامتي، يخرب بيت غشامتي. فعلا البنت طول الوقت وطول القعده عامله لي كده. طول الوقت كانت عامله لي كده طول الوقت، وانا مش مترجم، وعمال اقول لها شاربه حاجه سخنه امبارح، بقك ملسوع، في فسافيس في شفايفك، في مشكله. وانا مش فاهم ده، انا مش فاهم ان هي بتلغيني بلغه الجسد وبتقول لي بحبك. انا فاكرها شاربه حاجه سخنه كل ده. ربنا يهديني. هتلاقي برضه علامات كده دايما بتيجي معاها، هي انها بتشفط بطنها، عايزه تبان حلوه قدامك، بالذات لو لابسه كروب توب هتشوف الحوار ده. عايزه تبان فيت قدامك، جسمها حلو، بتبان من فوق اكبر ومن تحت ارفع وهكذا. يخرب بيت غشامتي. غباء، مش عارف اتعلم حاجه، مش عارف اتعلم. فعلا كانت بتشفط وكانت بتنفخ من فوق وتتخن من فوق وترفع من تحت، وقال انا بسرعه لطافه وظرافه اهرج معاها واقول لها يا بنتي انت شبه البالونه اللي بتقف قدام محل الكشري في الافتتاح. يخرب بيت غبائي، وانا مش فاهم ان هي بتحبني وبتغريني. استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يهديني. علامه برضو مهمه جدا زي ما قلنا، لما تيجي تمسكك، تحط ايديها عليك هزار، تخبطك. مفيش بنت بتلمس حد بالصدفه، فلما تلاقيها بتتلكك عشان تمسكك او تلمسك او تسلم عليك او تعمل اي حاجه، ده مش صدفه. البنات عندهم الحوار ده مهم جدا، مقدس. ما ينفعش تلمس حد هو مش عاجبها. فلو انت نكشتها هزرت معاها، لقيتها بتلمسك، بتخبطك، بتزقك، الحاجات دي علامات حلوه جدا. يخرب بيت غشامتي، يخرب بيت غشامتي. فعلا كانت بتزق وكانت بتلق وكانت بتهق وكانت بتيجي في كتفي وتروح زقاني واحده لقدام، وانا من غبائي وغشامتي اروح طالع اقول لها انت هتمدي ايدك عن امك، استحملي عشان انا ايدي ناشفه. هتهرجي اقبلي التهريج، مش هتهرجي ما تقبليش التهريج. مره زقتها اتخبطت بظهرها في سن المكتب، جالها رباط صليبي في ركبها. يعني كان يوم ازرق، ده كان يوم ازرق. راجت معايا تهريج وانا فاكر ان دي غشامه. استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يهديني. العلامه اللي بعديها ودي مهمه جدا جدا جدا، وهي لما يوقعوا الجارد بتاعها، تلاقيها ماشيه مكشره كده للناس كلها، ده الطبيعي بتاعها. وموضوع بيبقى مفهوم الصراحه عشان احنا في مجتمع غريب شويه،
فكله بيبقى قافل على نفسه. فهتلاقي البنت طبيعي مثلا لو ماشيه في الجامعه او في المدرسه ماسكه الكشكول وحضناه كده، او ماسكه اللاب وحضناه كده، قافله مساحتها الشخصيه. فالحال ده لو وقع ده ما بيقعش لاي حد، بيقع للناس المهمه بس، اللي انت لو حصل معاك تبقى انت منهم. يخرب بيت غشامتي تاني وتالت ورابع وعاشر. فعلا اللي بيقولوا حصل. البنت فعلا كانت داخله عليا وجايه في وشي وحضنه اللابتوب بدراعاتها الاتنين. فعلا رمت اللابتوب في الارض، وانا قلت ايه ده، دي اتجننت ولا ايه؟ بيت غشامتي. واقوم انا ايه بمنتهى الذكاء وصنعه اللطافه اعمل فيها السبع رجاله في بعض واقول لها حسبي اللاب، وغطت اجيب لها اللاب ومش هديها رقم تليفوني بقى افهم ان هي وقعت الجارد بقى وفتحت لي المساحه الشخصيه بقى. لا، غباء مني. او ما انا اعمل ايه؟ اكلم لها واحد في مول البستان بتاع الكمبيوتر في وسط البلد اقول له بالله عليك هجيب لك لاب عايزين نعمل له صيانه، وانا كل ده ما كنتش فاهم ان هي بتحبني. يخرب بيت غبائي.